الأخ رئيس مجلس الأمة، الأخوة الأعضاء المحترمين، يؤلمني كثيرا ما يعيشه بل ما يعانيه وطننا الحبيب من أجواء التوتر والتأزيم السياسي والنزاع المستمر بين مجلس الأمة والحكومة، كأنهما خصمين لدودين وليس أخوين شقيقين وذراعين لجسد واحد. إن انشغال البعض بالهد بدلا من البناء وبالهجوم الشخصي بدلا من التعاون من أجل الكويت متناسين واجباتهم الأساسية يدفعني ويدفعكم إلى التساؤل: أين صوت العقل والحكمة؟ نعم، أين صوت العقل والحكمة؟ هل هذا سبيل البناء والتقدم والتنمية أم سبيل الهدم والدمار والتخلف؟ أحبائي وأخواني وأبنائي أهل الكويت الأوفياء، إن واجبكم الوطني في ممارسة حقكم الانتخابي لا ينتهي بإدلائكم بأصواتكم في صناديق الاقتراح لانتخاب ممثليكم في مجلس الأمة، بل إنه يبدأ عند فواجبكم الوطني يتطلب منكم متابعة إداء نوابكم ومساءلتهم عن مواقفهم والشد على أيديهم إن أحسنوا ومحاسبتهم إن أساءوا، وأن يكون الحكم على إنجازاتهم وفقا لاعتبارات ومعايير المصلحة الوطنية بعيدا عن الطائفية والفئوية والقبلية والمذهبية والمناطقية والطبقية، بحيث تكون مصلحة الكويت العليا هي المقياس الأعلى والأهم الذي يتقدم على سائر الاعتبارات الأخرى. كما يقتضي الأمر بحكم قربي منكم وحرصي على تلمس غمومكم وهواجتكم أن أبوح لكم بأنه يؤلمني كثيرا ما ألمحه أحيانا على وجوهكم الطيبة من مشاعر القلق إزاء أوضاع البلاد رغم ما تنعم به بفضل الله من قيم راسخة وإلفة جامعة ووفرة مالية غير مسبوقة وتوفر كافة مقومات الاستقرار والنجاح والحياة الكريمة. إن قلقكم يتعبني ويؤلمني، فكيف أرتاح إذا لم تكونوا مرتاحين؟ وكيف يهدأ لي بال إذا كنتم قلقين؟ عاش الأمير! عاش الأمير! عاش الأمير! عاش الأمير!